عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل أكلة خفيفة كده، هي عجة البيض. معانا 7 بيضات، معانا بصلتين، معانا 6 معالق دقيق، معانا 5 فصوص توم، معانا فلفل مقطع، ومعاه فلفل يعني فلفلتين رومي، ومعاهم واحدة حامي، طماطمتين كله متقطع مكعبات، معانا حزمة بقدونس، معانا معلقة بيكنج باودر او ممكن كربوناتو، وطبعا البهارات بتاعتنا بقى ملح والفلفل، ملح وفلفل كمون، ومعلقة كاري، وممكن نضيف على فكرة نص معلقة قرفة او سنة قرفة كده برضو تمنع الزفرة بتاعة البيض يعني. هنبتدي بقى ناخد هنا البصل، هنحطه على النار يدبل معانا شوية، يعني ممكن يدخل كده في الصفار شوية، يبقى ذهبي خفيف قوي، مش هنحمره، هيدبل بس. ننزل هنا بقى البصل خلاص خلص، جبناه. هنبتدي بقى نشوف الخطوة اللي جاية، وهي بقى هنضرب البيض، هنضربه بالهاند بلندر كويس لحد ما يبقى عامل الرغوة اللي احنا شايفينها دي، ونضيف الدقيق. هم 7 بيضات، بس احنا هنضيف 6 بس، عشان برضو يبقى فيها شاشان كده، تبقى هايشة وما تبقاش مكتومة. هنضربه كويس قوي لحد ما يندمجوا. هنضيف معانا البهارات بتاعتنا، وكل ما نضيف مكون هنضرب برضو. هنا ضفت معلقة بيكنج باودر او كربوناتو المتاح عندك. نضربه كويس جدا لحد ما يبقى خليط متماسك كده. هنا نزلنا البصل كده بقى، خلاص مش هنستعمل هاند بلندر، هنبتدي نشتغل بايدنا بقى. هنضيف بقى مكون هنا البقدونس، وبعدين نحط الفلفل، وبعدين الطماطم، ونبتدي نقلب كويس جدا كل الخليط بتاعنا لحد ما تندمج كل المكونات مع بعض. هنا بقى عندنا الصينية اللي هنعمل فيها العجة. هنا عندنا الزيت بنقدحه شوية على النار، ودي اهم تكة. شوفوا معايا كده الرغاوي بتاعت الزيت المقدوح، عشان لما نيجي ندخلها الفرن ما تلزقش مننا. هنا بعد ما خلصت العجة بتاعتنا وطلعت، هنعمل بقى شوية طماطم مخللة معاها. اللي حابب بقى يعمل بطاطس محمرة، حابب يعمل شوية سلطة، انا النهاردة هعمل طماطم مخللة. هنا هنجيب الطماطم هنقطعها زي ما انتوا شايفين، حبينا بقى نقطعها بالطول بالعرض، كل واحد حسب رغبته يعني، والشكل اللي يحبه ويفضله. ممكن نعملها حلقات، مش شرط تبقى كده. ان الحشوة بتاعتنا عبارة عن توم ومعلقة بقدونس مفروم وهريسة فلفل احمر، بس بارد حار اللي يعجبكم يعني، كل واحد حسب رغبته. هنا بنحشيها بالشكل ده وهنرصها. اخلص بقى انا بقيت الكمية وارجع لكم تاني. وده يا جماعة شكل العجة بعد ما خرجت من الفرن، طعمها هيبقى لذيذ جدا والله. اتمنى ان انتوا تجربوها، ونتقابل في وصفات تانية ان شاء الله.